عليه وسلم خنجو كان امرأتان دوبا دلال لمن تاتجن ما هما إحداهما آلي ساني وجين جولين ساني جرتون يعذب يجين لبتجن فذهب بابن إحداهما علمو تقاتي ندمت فقالت لصاحبتها دوبة علمون الرافودمت شريخ سيتي نجت إنما ذهب بابنك المخيتي ندم يجت وقالت الأخرى ثاني سنجت جن إنما ذهب بابنك المخيتي ندم ملخي يامتي جت فتهاكم إلى داود صلى الله عليه وسلم داود برخصي والقيس جن فقدا به للكبرى قدو في مرتي سيجن فخرجتا على سليمان الرقبان ابن داود صلى الله عليه وسلم المداو كنته فأخبرتاه دوبتي من جن فقال سليمان نجي ائتون بالسكين قبل نكو تاداجي أشكه بينهما والكتتين دوصافي فقالت الصغرى وقوخنا تكون جته لا تفر رحمك الله إن دوسين جته ربي رحمة سياغدو هو ابنها مچان كانوا مسيتي فقدا به للصغرى أكاسي كودا مرتي كودا جنججو متفق عليه أدينكم متفقين وعن سعد الأسلمي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي ربي جان يذهب الصالحون دوبا نمني غارين ديما جان الأول فالأول أكما والدراتين وتبقى حصالة حشرات وفجن كحصالة الشعير أكا حشر غربودا أو التمر أكاو تمرا لا يباليهم الله بالة لا يباليهم الله ربي إن كنساني ولنفون جان درجات كله رواه البخاري بخاري وديسيا وعرفات رافع درقي رضي الله عنه قال يا جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل نبي بفجن قال دوبني جنين ما تودون أهل بدر ور بدر دول مال الله كويتني جن فيكم اسن كيست قال نبي ربي جنين من أفضل المسلمين الرجال مسلم الله كوينا جنين أو كلمة ناوها تكاو كلماتنا فكات جن قال جبريل نجينيا وكذلك أكسمتي من شهد بدرا نما بدر دك من الملائكة ملائكة رانوتي الرجال ملائكة الله كوينا جن رواه البخاري بخاري وديسيا وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجم ربي جان إذا أنزل الله تعالى أقول ربي بوسه بقوم عذابا ورمت قد عذابا أصاب العذاب عذاب لتقاجن من كان فيهم نما يسان كي سجروا ثم بوسوا على أعمالهم إيغنا نيا ساني رتلا نياتهم دلقوا مساني تكاوني مساني ركاب منجن متفق عليه متفق ديني وعن جابر رضي الله عنه قال كان جزع قفون تكني تاتجن يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم يقوم عليه قولي النبيين ردابته يعني في الخطبة ورسخي ستي فلما ودي المنبر وقول منبر رسول خايمه سمينا لجزء قفوس ابن دقين جن مثل صوت الإشاري صوتا مثل صوت الإشاري قدا إيان سقالا حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم أنك نبيين بوتي فوضع يده عليه أركسار رخاوتي فسكت دوبني وسجن وفي رواية كتي فلما كان يوم الجمعة يوم جمعة قوته قعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي ربي نتايجن على المنبر فظهرت النخلة قفون سني جتجن التي كان يخطب عندها كالنبي نسيبر النما قرصصن حتى كادت هنگدي هاتتي أن تنشكا ردوتي وفي رواية كتي فساهت فساتني جتجن
سيها السبي iyyansa ijoollee فنزل النبي صلى الله عليه وسلم nabii rabbii gabbu'ee jan حتى أخذها hanga isii qabutti فدمها إليه ifittas qabee jan ittumachi gayyee jechuu itti bar isiin asin qabamtu ittumachi jee jechuu فجعلت تئن أنين السبي الذي duuba iyyu سكته seente jan iyyansa ijoollee ussisiifamtu ijette حتى استقرت hanga sabattutti qaala nabiin rabbii ni jan بكت ما كانت تسمع waan dhageessu sun irratti boochee maa kaanat tasma waan ka dhageessu taate sun irra booche jan من الذكر zikrii irraa amma khutbaani zikruma jaama qaraatiin tun zikrii jaamti laala irra dhaqachuun zikrii jaamti jechu رواه البخاري bukhaarii odeeyseya وعن ابي سالبة الخشني جرزم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبينا ان كجن الله تعالى ربي نلته فرد فرائدا واجب غدجن فلا تضيعوها isin laaffisina وحد حدودا wasana godhiisa wasana godheejan فلا تعتدوها wasana sun hin dabrina وحرم اشياء waa hedduu rabbiin haraam godhejan فلا تنتهكوها waan sun hin tuqinaadhaajan وسكت عن اشياء waa hedduu irraa usejan رحمة لكم isinii raamata godhiisaa jecha خير نسيان an irraanfatin ولا تباسوا عنها isin irraan kokkotinaadhaajan jechu حديث حسن adiini kun gaariidha رواه الدارقطني وغيره aya وعن عبد الله بن ابي اوفي رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم rasuula wajjin ni duulle jan 7 غزوات lola torba ناكل الجراد awwaanni saala nyaannun وفي رواية wayaa takkatti ناكل معه الجراد aya متفق عليه آية. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم nabiyyiin قال duuba akka jan لا يلدغ المؤمن namni rabbi amanen chinii namuu jan من جور واحد goda tokkorraa مرتين lama bakka takka dagamen namni rabbi amane lamadan dagamuu jechu متفق عليه aya وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ergamaan rabbii jan 3 لا يكلم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم aya رجل على فضل الماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل ورجل بايع رجلا فلاة بعد أسر فحلف بالله لا غزا بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك ورجل بايع إماما لا يبايع إلا للدنيا فإن أتاه منها وفى وإن لم يعطيه منها لم يفي متفق عليه وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال nabiyyiin akka jan بين النخبتين 40 jidduun afuuffaa lameenii 40 jan قالوا يا أبا هريرة yaa Abaa Hurayraa janiin 40 يوما guyyaa 40 janiin قال بيت dideji رسول الله محمد أبا هريرة Abaa Hurayraa abbaan rasuula irraa nageenya jechuu isaati bar قالوا 40 سنة amata 40 janiin قال بيت dideji قالوا 40 شهرا baatii 40 janiin قال بيت dide waan inni dhageenyi nima jechuuf jaabar ويبلى كل شيء riwaayaa biroo jira beekaa amata 40 ta'eet wayablaa kulla shayin duuba waa cuftini dhumaaji من الإنسان min jasadi linsaani qaama namaarraa laajbu إلى zina عجب الذنب lafee geeree malee فيه يركب الخلق minuu lafee geeree sun irraa uumaa wali qabamaaji ثم ينزل الله من السماء ماء eeganaa rabbiis duuma isarraa rooba tokko ni buusaaji فينبتون duuba namni kun ni mayraaji كما ينبت البقل akka haramni mayrutti متفق عليه adiini kun muttafaqiya وعنه رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم osuma nabiyyiin في مجلس teessoo takka keessa jiruuti يحدث القوم ummata haasa'uuti جاء الأعرابي namicha warra baadiyyaa tokko dhufeyyan فقال duuba ni jee متى الساعة qiyaamaan yoomii je فمدى رسول الله صلى الله عليه وسلم rasuulli haasa'u maddabre يحدث فمدى رسول دبر يودس على أمتا سون فقال بعض القوم درين أرماني جن سمع ما قال وان النجي دقيتي فكري ما قال وان النجي جبي جن وقال بعضهم درين النجي
بل لم يسمع نما هند جينيجي حتى إذا قد حديثه بدا سوا ثابتته قال نبي نجان إن السائل عن الساعة نمشي أمر نقافته سجرا جن قال نمشي نجي أنا يا رسول الله قالوا أنا يا رجل ربي قال نبي ربي نجانين إذا ديت أمانة قولا ما الله في فهمته فانتظر الساعة يا ما يقدو جنين جتو قال نمشي نجي كيف إذا أتها لا في فموسي سنكمي جي قال نبي ربي نجان إذا وسد الأمر أقوى أمرين الكفمته إلى غير آله قرنا ما يسيف آلنتين لا قرنا ما يسيف أكنتين أقوى الكفمته فانتظر الساعة يا ما يقدو جنين جتو رواه البخاري بخاري ودي سيا وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنقال في غير تم سني بقوة الدبر قال آية يصلون لكم إمام التنسيني صلاة جن فإن سابوا يو شريعة تمن فلكم إسني في الثواب نجرا وإن اغتوا ولو مساني في الليل نجرا يوم مو خدق قرنتان فلكم إسني في الثواب نجرا وعليهم ما سياني ساني رجرتي جنجتو رواه البخاري بخاري وديسيا وعنه رضي الله عنه كنت خير أمة دوب الرجال أمتا تاتن أخرجت للناس الرجال أمتا تون كيس سكنا ما بيان فميا قال راوي نجي خير الناس للناس الرجال نما يأتون بهم بالسلاسل نما حسبين نما إلي دين نما نقول لا في أعناقهم ورمساني خيست حتى يدخلوا في الإسلام أنك إسلام الناس ننتي وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبينا كجن عجب الله عز وجل دوب ربي إني أجايب جن من قوم يدخلون الجنة ورم جنة سينرى بالسلاسل حسبي الآن رواهم البخاري ومعناه معنى نديسا يؤثرون خمبوجي أمن جيشو ويقيدون أنيدا من جيشو ثم يسلمون إيغنا خنا من جيشو فيدخلون الجنة أكاسي الجنة خسينا جيشو رجان وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبينا كجان أحب البلاد إلى الله مساجدها الرجال تمتون دجي بك مسجداتي جان وأبغض البلاد إلى الله أسواقها أما سرجبمتون دجي لا بك مقالا هونغو مقالا بيراسونيا رواه مسلم يوديسيا وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه من قوله قال جتش سارا موقف قديك جيجان لا تكونن يالمنا مانتين إن استطعت يودن ديسي أول من يدخل السوق درنا ما مقالا سينون تينيجي والآخر من يخرج منها يودن ميسير رابوتي سنتينيا فإنها مقالانتن معركة الشيطان شيطانات جن وبها إسيدتي ينطب رعيته باندرا سادا باجن رواه مسلم هكذا موقوفا ورواه البركاني بركاني سيا ساقي سنو ديس جن عن سلمان الرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجم ربي نجيجي لا تكن انتين أول ما يدخل السوق انتين انجيجي ولا آخر ما يخرج منها لما بود الرابوس انتينيا إهابة الشيطان إسيلة الشيطان نخلي دلي وفرجا الرابنيا وعن عاصم الأهول عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ارجم ربي تنجيجي يا رسول الله يا ارجم ربي غفر الله لك أتي ربي سيارة من جينيا قال ولك سيفيس ربي أرارمون أنجيجي قال عاصم كجي فقلت له دوبي سانين جيجي استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي ربي رسول الله رارم سيخدتين جينيجي قال نعم إنا خدتي جيجي ولك برسيف اللي خدتي ثم تلا هذا الآية إذا تخنني كريا واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات خلو أنا خيس سنتي جبجان وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي جان إن مما أدرك الناس دري وأن من الكبيرة من كلام النبوة الأولى كلام بيوني درا دبتني را إذا لم تستحي أقول رب كامفتين فصنع بما شئت وان فيد دلق رب قلت سي قد جنجي رواه البخاري وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم نبينا كجان
أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء دريوان نما جد مرتي قد مغيا كياما ديك خيستي جنجج متفق عليه دياوانا كمخلوق على الروت جننا متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجما ربي جان خلقت الملائكة من نور ملائكة نور الراوم تجن وخلق الجان جادين وممجن من مارج من نار قل كلي بالدرات الرا وخلق آدم موني وممجن ما وصف لكم وانسني دبة بجرا رواه مسلم مسلم يودي سيا وعنها رضي الله عنها قالت كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم على نبي ربي نتجد القرآن رواه مسلم في جملة حديث طويل أتشي يودي سيا وعنها رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجما ربي جان من أحب لقاء الله نما كنا ربي جالته أحب الله لقاءه ربي كنا مساج جالتا ومن كره لقاء الله كنا ربي جبه كره الله لقاءه ربي كنا مساج جبايا فقلت يا رسول الله أنا يارجما ربي جانيا كراهية الموت سكنا ربي جبون دو أجبو وكلنا نكره الموت نشوفتنا دون وجبنا قال نبي ربي نجان ليس كذلك أكسيمتي ولكن المؤمن أمو نبي ربي أمني إذا بشر برحمة الله برحمة ربي تنقم ورضوانه ورضوان ساتين وجنته جنة ساتين أحب لقاء الله كنا ربي نجالة جن فأحب الله لقاءه ربي كسي كنا مساجالة جن وإن الكافر كافري إذا بشر بالعذاب أقوى عذاب ربي تنقم وزغته جلن سوساتين كره لقاء الله كنا ربي نجبا وكره الله لقاءه كنا مسا كسي جبا أجتو جن رواه مسلم مسلم يودي سي چرب الله